ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وبطل أمام قدرته كيد الكائدين. حمدا لك يا من اغترف من بحر جودك وكرمك وإحسانك كل رائح وغادي. حمدا لك يا من نطقت بوحدانيتك جميع الكائنات. فالسماء دائما تقول سبحان من رفعني بقدرته وأمسكني بقوته فهو ركني وعمادي. والأرض تقول سبحان من بمشيئته أجراني وأسال عيون مائي لقصادي وروادي. والعارف به يقول سبحان من دلني عليه وجعل إليه مرجعي ومعادي. والمذنب يقول سبحان من اطلع علي في المعصية ورآني فلما رآني سترني وغطاني فلما تبت إليه قبلني وهداني. أحمدك ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، عظم جاهك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الفرد الذي لا ند له، الواحد الذي لا شريك له. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناداه. والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، ففتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، وأخرج به من الضلالة الهدى. اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته، إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والثقات. ويا علم الهدى يفديك عمري ومالي يا نبي المكرمات، فأنت شفاعتي في يوم عرضي ومن كفيك إرواء الظلمات. عليك صلاة ربي ما تجلى ضياء واعتلى صوت الهداة. وبعد إخوتي الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، وأحذركم من معصيته ومخالفته. قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هكذا الحياة تعطينا دروسا وعبرا في كل محطاتها وفي كل لحظاتها وفي كل أيامها. بالأمس فقدنا 3 أقمار، شباب كانوا أفنوا أعمارهم في خدمة الدعوة الله عز وجل وفي خدمة الإسلام. هكذا رحلوا فجأة، رحلوا عنا ولم يرحلوا منا، وهذه عظة وعبرة كبيرة. الأمر الأول إخوتي، كلنا سوف نرحل. هذه اللحظة لا بد منها، هذا الوقت. الآن البعض منا يسافر، يحتاج إلى حجز مسبق ويحتاج إلى تأكيد الحجز، لكن هذه الرحلة ليس لها موعد مسبق ولا تحتاج إلى حجز مسبق. هي رحلة خط واحد، رحلة ذهاب بلا عودة، وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. المهم أن يترك الإنسان أثرا بعد موته. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. هؤلاء الرجال الذين فقدناهم، عرفت الفقيد دكتور محمد الأمين والد مصطفى، عرفته في الدوحة في سنوات قضى هناك. شاب اجتمعت فيه صفات قلما تجتمع في أحد، موسوعة علمية متنقلة، مع ذكاء حاد وحفظ عجيب، ومع دماثة خلق، لين العريكة وطأ الأكناف، بسيط يلقاك دائما بابتسامته. كنا نتجالس ونتسامر، والرجل أعطاه الله حافظة عجيبة وأعطاه همة عالية في الدعوة الله عز وجل. كيف رحل بهذه السرعة؟ هكذا هي الحياة. هاتفني قبل وفاته بيومين وأخبرت أني قادم الوطن، فسر بذلك كثيرا، وقال لا بد أن نلتقي.
ولكن لم أكن أعلم أنه كان الاتصال الأخير. هذا الفتى صدق فيه قول أبي تمام: هوى طاهر الأثواب، لم تبق روضة غداة ثواء إلا اشتهت أنها قبر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له نور. هكذا يمضي الشخص بهذه السرعة يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذاك عمر كواكب الأسحار. دكتور يزيد به الإمام عرفته في الدوحة أيضا، قضى معنا فترة، شاب باحث متمكن طيب ذو أخلاق عالية. كنت قد قرأت له كتابا المحضرة الشنقيطية، حفريات في التعليم الإسلامي الأصلي، ولم أكن أعلم أنه صاحب الكتاب، وانبهرت بدقة التأليف وبدقة البحث. عندما قابلته تناقشنا في الكتاب، فوجدت رجلا عالما باحثا متمكن أصوليا مقاصديا من الدرجة الأولى، عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. محمد الأمين بن عبد الجبار، هذا الرجل الذي كل من عرفه شهد له بالخير، لعله من أولئك الذين أرادوا أن يكونوا من أهل الخفاء في الطاعة وفي العبادة وفي الدعوة بدون أن يعلم به أحد، لكن لا يضره ذلك، ورب العباد يعلمه وسوف يكافئه على ما فعل. هذه إخوتي درس عجيب في كيف الإنسان يتأمل في حال الحياة. هؤلاء الراحلون كيف رحلوا عنا بهذه السرعة، وكيف غابوا في لحظة واحدة في هذا الحادث الأليم. هكذا الحياة. السؤال: أنت ماذا قدمت؟ تلك اللحظة التي لا بد منها ماذا قدمت لها؟ أبو سعيد بن عطية عندما حضرت الوفاة جزع، فقالوا ابنه: يا أبت أتجزع في هذه اللحظة؟ قال: كيف لا أجزع وبعد ساعة يحمل بي إلى جنة أو إلى نار. بعد ساعة، هذا الامتحان الطويل وهذه الحياة، سوف أعلم نتيجة الاختبار. أحمد بن خضرويه البلخي عندما حضرته الوفاة قال: يا بني، هذا باب أطرقه منذ 70 عاما والآن يفتح لي، فلا أدري يفتح لي بالقبول والرضا أم يفتح لي بالشقاوة والحرمان. الآن حانت ساعة الجواب. هذه اللحظة إخوتي وهذا السيناريو الأخير يجب أن يشغلك ويجب أن تفكر فيه. بالأمس مضى محمد الأمين ومضى يزيد به، واليوم أنا وأنت وكلنا سوف نمضي، لكن ماذا تركنا؟ وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. ماذا تركت في حياتك؟ عندما تكون حياتك هذه درس أن نخرج من هذه الغفلة التي نحن سادرون فيها. إخوتي، هذه الأيام تمر، وهذه الأوقات إن لم تعمرها بطاعة الله عز وجل، وإن لم تقدم فيها شيئا لخدمة الأمة ولخدمة الدعوة الإسلامية، فإنها وبال عليك وإنك سوف تحاسب عليها. اغتنم أوقاتك واحذر من الغفلة، واحذر من ذلك اللهو السادر. لاهٍ بدنياه والأيام تنعاه، والقبر غايته واللحد مثواه يلهو، ولو كان يدري ما أعد له إذا لأحزنه ما كان أبكاه، أو ما جنت كفه لو كنت تعلمه، ويلاه مما جنت كفاه ويلاه. اللهم ايقظنا من سكرة نفوسنا، اللهم إنا نعوذ بك من موت الغفلة، من موت الفجأة في ساعة الغفلة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين وأستجيب له استجابة الطائعين. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب والطول، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، كملت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. في هذه الحوادث إخوتي التي تمر بنا ونحن بالأمس نصلي صلاة الجنازة على هؤلاء الراحلين، بدأ الإنسان يتفكر في حالهم، هؤلاء الذين نودعهم ونبكي عليهم يوما ما سوف يبكى علينا، ويوم ما سوف ننعى، فماذا تركنا في هذه الحياة؟ هذا ضجت بالأمس وسائل التواصل حزنا على هؤلاء الرجال، وهذا يثبت عمق الأثر الذي تركوه، وعمق الأثر الذي تركوه في الدعوة الإسلامية. تركوا رحلات دعوية في كل مكان، وتآليف، ودور واضح وقوي في كل مكان. ماذا قدمنا لهذه الدعوة؟ إنسان إخوتي كما قال مصطفى صادق الرافعي: إذا لم تزد شيئا على الحياة كنت أنت زائدا عليها. إذا لم تزد شيئا على الحياة فأنت تكلف الحياة أكسجين وتكلفها طعام، ماذا أضفت لهذه الحياة؟ فالإنسان إخوتي يتعب ويجلس مع نفسه جلسة هادئة ويتفكر في أمره،
ما هو حالي؟ هل أنا مستعد؟ تلك اللحظة التي لا بد منها هل أنا مستعد لها الآن؟ عملي الآن الذي أنا أعمله هل أنا راض عنه؟ لو جاءني ملك الموت الآن على هذه الحال كيف سيكون حالي؟ كيف سيكون مصيري؟ أجلس مع نفسي وأتدارس في حالي. إبراهيم التيمي أحد السلف كان إذا شعر بقسوة في قلبه وشعر بفتور في عمله كان يجلس مع نفسه، يقول: جلست مع نفسي أتخيل نفسي في الجنة، آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم أتخيل نفسي في النار، أشرب من صديدها وآكل من زقومها وأعالج سلاسلها وأغلالها، ثم أقول: يا نفس أي شيء تريدين؟ فنفسي تقول: أريد الجنة، فأقول: أنت الآن في الأمنية فاعملي. وهذه رسالة لكل منا. أنت الآن ما دامت هذه الأنفاس تدخل وتخرج هي فرصة للتغيير، فرصة لتوبة صادقة إلى الله عز وجل، فرصة للتوقف عن كثير من المعاصي التي أنت مقيم عليها، فرصة أن تصلح علاقتك بالله عز وجل وأن تعود إلى الله عز وجل، وتأمل حالك عندما تعود إلى الله عز وجل. قال مالك بن دينار: عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر، وإذا عزم العبد على التوبة أتته الفتوح. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا توبة صادقة. لا تنسوا في هذا اليوم المبارك قراءة سورة الكهف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأها بين الجمعة أضاءت له ما بين الجمعتين. ولا تنسوا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فيا من ترجون منه شفاعة أكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم المبارك. ولا تنسوا الساعة المباركة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه. والراجح أنها الساعة الأخيرة قبل المغرب. إذا استطاع الإنسان إخوتي حتى أن يخلو بنفسه بين العصر والمغرب، أو على الأقل الساعة الأخيرة قبل المغرب، ويدعو الدعاء مستجاب يقينا في تلك الساعة. ونحن مشاكلنا كثيرة وحوائجنا كثيرة وأمراضنا كثيرة ومحتاجون إلى الله عز وجل، فلنتضرع إلى الله عز وجل في تلك الساعة التي حري أن يستجاب فيها الدعاء. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيقظنا من سكرة نفوسنا ومتعنا بالفطرة الإيمانية التي تشهد لك بها قلوبنا. اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، وطهر قلوبنا من كل وصف يناقض شهودك ومحبتك. اللهم إنا ضعفاء فقونا، أذلون فاعزنا، مرضى فاشفنا، تائهون فارشدنا، أصحاب شهوات فتب علينا، أصحاب شهوات فتب علينا. اللهم اقض حوائجنا جميعا. اللهم لا تحرمنا عطاءك ولا تكشف عنا غطاءك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل الثناء والمغفرة. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك ومألوف برك وعوائد إحسانك. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من الشر فوق ما نحذر. اللهم إنا نسألك لهؤلاء الإخوة محمد الأمين ومحمد المصطفى ومحمد الأمين وعبد الجبار ويزيد به الإمام، اللهم ارحمهم واغفر لهم، اللهم تجاوز عنهم، اللهم تجاوز عنهم. اللهم إنا نسألك أن ترحمهم رحمة واسعة. اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح لنا فيها ضيق ألحادنا، وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا، وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا، وبيض وجوهنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم الحسرة والندامة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواني المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواني المستضعفين في غزة، طال عليهم البلاء
واشتدت عليهم اللهوى ولا ناصر إلا أنت ولا معين إلا أنت، نسألك لهم نصرا قريبا وفرجا قريبا يا عزيز يا قهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.